هيطلع. حتى لما بيطلع اي حاجة في المصفى انا بخليه برضو مرة تانية، وابتدي ان انا ايه اطحنه في المرة اللي بعدها. اهلا بكم حبايبي، حبايب قناه توفير وعد التدوير، فيديو جديد ولقاء جديد، يا رب تكونوا بخير. احنا ان شاء الله النهارده هعمل لك بودره الثوم، هعملها من القشر الابيض اللي بيطلع من الثوم ده. احنا قبل كده يا جماعه عملنا الثوم وفرزناه وعملناه وحفظناه في الفريزر. بصوا يا جماعه، ده طالع من الفريزر الثوم ده، سامعين الصوت؟ ده طالع من الفريزر. شايفه الجمال؟ شايفه نظافه الحاجه؟ ودي مطلعاه انا من الفريزر، بتشيليه بالشكل ده بيقعد عندك سنين. هسيب لك الرابط بتاع الاعداد. وفي الفيديو قلنا اهم حاجه ان احنا نحطه ونلفه في ورقه بالشكل ده علشان ما يطلعش ريحته في الايه، في الحاجه. بعد ما تلفوا كده مع بعض تحطيهم بقى في تلفي في ورق وتحطيهم ايه في التلاجة. النهارده بقى انا هعمل لك ايه؟ النهارده انا هعمل لك البودر اللي انت شايفاه قدامك ده. هنعمل بودره الثوم اللي انت شايفاها دي قدامك، هنعملها من القشر بتاع الثوم. القشر بتاعنا اللي هو بنطلعه هنا من التومه، هو ده اللي هنعمل منه البودر اللي انت شايفاها دي. يلا بينا نشوف انا عملته ازاي. بصوا بقى حبايبي، انا بدأت بقى الاول اخد القشر كده الخارجي بتاع الراس بتاع التومة. طبعا انا كنت بجهزه علشان اعمل احط التوم ده احطه في الكبة ويتفرم. لكن الجزء الخارجي والقشرة الخارجية اللي انا مش هعملها في الكبة، هي دي بقى اللي بدأت اجمعها وابتدي عشان اجفف واصنع منها البودرة بتاعتي. كمان لو انا برضو صادفت جزء كده من الورق الاخضر وانا شغالة، اللي هو برضو مش هيخش الكبة يتفرم ومش هيبقى طري، بدأت برضو ان انا اخده وافرده واجهزه وانضفه ويتجهز عشان اصنع منه البودرة بتاعتي زي ما انت شايفة كده. اي جزء عندي او بين الفصوص او بين الروس وانا بجهز الرصان، بدأت ان انا اجمعها زي ما انت شايفاني شغالة قدامك كده. بصوا يا جماعه، انا بستمر بقى الم قشر زي ما انتم شايفين كده، واقشر في حاجتي برضو كده اهو. بستمر في تجميع القشر بتاع الثوم، وزي ما انا قلت بجمع الفصوص لوحدها والقشر لوحده. والقشر بصراحه طالع جميل جدا وزي الفل. وحتى هتاخدي القشر بتاع الفصوص، او لو انت يعني حابه ان تفصصي وتقشري. انا شايفه ان الفصوص طريه جدا، مش محتاجه ان انا ايه افصص ولا اعمل. انا باخد بس ايه، باخد القشره اللي بين كل القشر اللي بين الفصوص ده اهو، هو ده اللي انا هاخده. طبعا انا جمعت كميه كبيره قدامكم زي ما انتم شايفين كده. هبتدي بقى انا ايه، اخد الكرتونه وارص عليها كل الحاجات دي بتاعتي اللي انا عملتها قدامكم اهو كده. باخد انا كده الكميه كلها وابتدي بقى ان انا ايه، ارصه على الكرتونه بتاعتي زي ما انتم شايفين كده، على قد ما اقدر. على قد ما اقدر اقطع كده قطع صغيره عشان تنشف اوام اوام، وافرطه كده عن بعضه عشان ما يبقاش فوق بعضه. وابتدي اخده، انت ما تاخدهوش دلوقتي كده وتجري لي تحطيه لي على في الفرن. لا، ما تحطيش في فرن ولا اي حاجه دلوقتي. اول حاجه دلوقتي انت هتحطيه في الهواء او في الشمس، هتيجي تاني يوم هتلاقي كل ده دبل ونشف. كل ده طالع اهو زي ما انتم شايفين من الايه، من الراس. او احنا خدنا الاجزاء الخضراء زي ما قلنا، الاجزاء دي كلها هتنشف، وبعد كده هنيجي نشوف هنعمل منها ايه بعد ما تنشف اهو. بص حبايبي بقى، انا كملت كده. بتكملي باخد زي ما قلنا كل القشر اللي هو متواجد كده. اي قشره كمان تاخديها زي ما انت شايفه كده. كملت كل الروس اللي عندي زي ما انت شايفاني بعمل كده، خلصتها كلها. طلعت حتى القشر اللي ايه، اللي بين الفصوص. يعني هنا لما القشر عندي الفصوص نشفت، بصوا قشرت برضو الفصوص كده علشان كان الفصوص نشفت مني شويه اهو. بصوا يا جماعه، وجمعت بقى كل الايه، القشر كله جمعته زي ما انتوا شايفين كده. اي قشر جمعته علشان ابتدي ان انا ايه، انشفه. طبعا انا ما رميتش كل ده، كل ده اللي كان متفصص. وهنا ادي القشر
اللي طلعته. بصوا ما شاء الله، ده القشر اللي انا طلعته. طلعت كمية كبيرة جدا جدا، هتشوفها مع بعض دلوقتي. ادي بقى هنا الكمية اللي انا طلعتها كلها. بصي كمية القشر دي كلها اللي انا مطلعاها من تقشير الثوم، كل ده مش هيترمي. هبتدي اروح ان انا احطه وافرفطه كده على افرفطه على كرتونة، بحيث ان انا استفيد منه. وهتشوفي بقى ايه، هنبدأ نعمل البودرة بتاعته ازاي. تمام، جبت بقى كرتونة. بصي بقى جبت كرتونة كبيرة كده زي ما انت شايفة، بدأت افرفط فيها القشر بتاعي. وتحطيه بقى ايه على اي حاجة عندك في الهواء لحد لما ينشف. بصوا بالمنظر اللي انت شايفاه ده كده. حطيه في البلكونة، حطيه في اي مكان امن، ما يجيش عليه اي حاجة ولا يخسر. انا حاطاه بصراحة جوه الشقة. بصوا حبايبي، انا فرفضت بقى الثوم زي ما انتوا شايفين كده. حطيته على كذا صينية علشان يبقى عندي كمية كبيرة. وبدأت ان انا احطه، يا اما بحطه في شوية كده في الشمس، او ممكن ان انتي بعد ما تخلصي تبدأي تيجي وتحطيه يعني ايه سنة كده في الفرن. بصي بقى الكمية ما شاء الله كتير قوي قوي قوي، زي ما انت شايفة كده كمية كبيرة جدا. وبدأت بقى ان انا ايه استغلها واروح انشفها علشان ابتدي اعمل منها القشر بقى، واعمل منها البودر بتاع الثوم. كمية كبيرة قوي قوي زي ما انت شايفاني كده. بصوا الكمية اهو، كمية وكذا صينية عندي استفدت بيهم وعملت منهم البودر. وشوف الكمية جميلة، وخسارة ان انت ترمي القشر ده كله. هتشوفيني دلوقتي بقى وانا بعملها. هروح بعد كده بحط سنة بس كده بسيطة في البوتاجاز، وبعد ما احط سنة بسيطة في البوتاجاز اجي وابتدي ان انا ايه اطحنه. انا كده هسيبه في الهواء علشان كل اللي انت شايفاه ده ينشف. بص الكميات قد ايه. بصوا حبايبي، انا حطيته كده حطيته تحت الشوايه، حاجه بسيطه جدا يعني. بصوا دقيقتين 3 بس كده في البوتاجاز، او عندك مايكروويف مفيش مشكله. بصوا يا جماعه اهو، خليكي بس معايا اهو. انا كده طلعته يا دوبك يصفر زي ما انت شايفه كده. ده كان بارد شويه بصي علشان ينشف. بصي الصوت بقى، شايفه الصوت بقى عامل ازاي. حته ان انت تحطيه في البوتاجاز دي شويه، هي بس دي لسه سخنه. هنا برضو كان بارد. بصوا اهو، ان انت اي بقى رطوبه او اي حاجه تروح خالص من الموضوع بتاع ان انت ايه عشان تقدري تضربيه في الكبه زي ما انت شايفه كده. بص اللون اهو، بيطلع اللون الجميل اللي انت شايفاه ده كده. كل الصواني ديت اللي انا عملتها جففت كده زي ما انتوا شايفين. زي ما قلنا انت هتسيبيه دقيقتين بس في البوتاجاز، مش هتسهي عليه خالص، دقيقة وتروحي مقلبة ومطلعاه. بصي الحركة دي مهمة جدا جدا. بصي سمع صوته، بصي الصوت بتاعه يا جماعة، سامعين الصوت بتاعه؟ هو ده بقى الخطوة اللي انا استفدتها، اني انا ادخله بوتاجاز الدقيقة او الدقيقتين دول تحت الشواية، وتكوني ايه حطاهم بعيد عن الشواية زي ما انت شفتيني حاطة. بس حبايبي بقى، هي اكبر خطوة النهاردة عملتها هي الخطوة دي. شوفوا كده بقى معايا، انا عملت كمية القشر زي ما انت شايفة كده. بقرب لك بقى للكاميرا، بصوا الجمال، الله على الجمال. بصي بعد ما جففت، هو ده اللي انا محتاجاه. بصوا يا جماعة، هو ده اللي انا محتاجاه علشان لما تيجي تطحني يديكي البودرة تبقى ناعمة وجميلة. الكمية اللي قدامك دي كلها، بصوا يا جماعة، كل الكمية دي كل ده قص انا عملت بقى للي عندي واللي عند اخواتي وكله انا عملت. زي ما قلت لك بقى، هي الخطوة الحلوة جدا اللي انا عملتها هي خطوة التحميص. ليه؟ لان خطوة التحميص دي يا جماعة هي اللي بتخلي القشور تجف اكتر، وبتبقى خفيفة جدا، وبتسهل لي كمان لما اجي اعمله في الكبة. تبص تلاقي بقى ولا حاجة تمسك في الكبة ولا اي حاجة، لانها ما عادتش طرية واتحمصت زي ما انت عارفة.
في نقطة كمان أحب ألفت نظرنا ليها، إن إحنا لما نيجي نحمصه يا جماعة لازم تكون زي ما أنا قلت لكم، أولا بعيد عن الشواية خالص، نمرة 2 ما تسيبوش أكتر من دقيقتين. إيه الغرض في كده؟ أنا مش عايزاه يتحرق مني، أنا عايزاه مجرد يجف بس فقط لا غير، علشان مادة الإليسين اللي موجودة في التوم ما تبدأش بقى إيه تنتشر في الشقة وتضيع، والريحة طبعا الإليسين ده مركب كبريتي موجود في التوم، هو اللي بيرجع لي الريحة والطعم الخطير الجميل بتاع التوم. وانا هكتب لك برضو اسم المادة علشان الكل يبقى عارف ان المادة دي هي اللي بيتميز بيها التوم، ودي مادة جميلة جدا بتبقى فايدتها بتعمل بمثابة المضادات الحيوية ومضادات الالتهاب. عشان كده التوم طبعا ضروري جدا جدا يا جماعة، هو سواء هو او البصل في حياتنا. خليكي بقى معايا علشان نشوف احنا هنعمل ايه في الخطوة اللي جاية. بص يا حبايبي، انا خدت بقى زي ما انا بقولك، فاخدت الكمية كلها وببدأ اعملها في الكبة الكبيرة علشان تكسرهولي التكسير اللي انت شايفاه ده، وبعد كده ابتدي بقى انا اشتغل على ايه، على الخلاط الصغير يعني. بعد بقى ما كسرته زي ما انا قلت لكم، جبت بقى الخلاط الصغير كده بتاعي اهو زي ما انتم شايفين، وهبتدي احط بقى هنا ايه شويه كده بشويه زي ما انت شايفه كده، ما تحطيش كتير. وبعدين في حاجه انا هتعملي هنا ايه، بصوا يا جماعه شايفين هنا الملح، انا مش هحط ملح كتير، انا بس مجرد ان انا عشان يتقلهولي، بصي يتقلهولي بس. وهحط برضو ايه شويه من الدقيق، مش كتير، مش هحط دقيق كتير اهو. عايزه تستغنى عن النقطه دي خالص مفيش مشكله خالص. وابتدي احط بقى هنا كده علشان اطحن في الخلاط زي ما انا قلت لك، انت بتكسريه الاول في الكبه الكبيره واخد منها واعمل في الخلاط. علشان صوت الخلاط ما يزعجكوش يا جماعه، بصوا انا هنا كده، بصي كنت عامله شويه وانا هنزل بالباقي كده اهو، هنزل كده بالباقي زي ما انت شايفه كده. بصوا يا جماعه اهو ده وكده، هتنزلي كده بالباقي وتبداي بقى تعمليهم شويه بشويه زي ما انت شايفه كده وتدخلي. بصي هندخل بقى كده هوريكي اللون بتاع الايه البودر، بصوا شايفه الجمال، بصي اللون بتاع البودر، شايفه الجمال. هتنعمي اكتر بس لما تعملي الكميه الباقيه كلها. هشتغل بقى بنفس الكيفيه كده لحد ما اعمل كميه حلوه واجيلك. بصوا حبايبي انا دلوقتي مع اخر بقى شويه بحطهم، عملت لي بصراحه كميه رائعه رائعه رائعه. بصوا مع اخر جزء بقى بحطه وابتدي ان انا انخله. بص كده، حتى لو اتبقى عندك اي حاجه، لو اتبقى عندي شويه مثلا من البودره، فانا بعمل ايه لو ما يتبقى شويه، هقول لك انا بحطهم تاني، احط عليهم شويه دقيق صغيرين وابتدي ان انا ايه انخلهم برضه. بصوا يا جماعه، بصوا القوام بتاع البودره عامل ازاي، بصوا القوام بتاع البودره، شايفه الجمال، قوام البودره عامل ازاي. بصوا يا جماعه ده قوام البودره. دلوقتي انا هروح اعبيهم وابتدي بقى ايه اشيلهم. دي بقى تبقى يعني ايه تنفعك ليه بقى، لبيتزا، كفتة، إيه محاشي، اي حاجة عندك عايزة تعمليها، شاورما، كل ده بتبدأي ان انتي تستخدمي فيه البودرة. ادي كده يا جماعة البودرة اللي احنا طلعناها من القشر بتاع التوم اللي احنا قشرناه قدامكم. فدلوقتي انا بقى هبتدي اعبي حاجتي، هعبيهم في برطمانات علشان طبعا انت تحفظيه وتحفظي البرطمان مقفول علشان يفضل محتفظ بالريحة بتاعته، الريحة الرائعة دي يفضل محتفظ بيها. هبتدي بقى انا هنا احطهم في البرطمانات وبعد كده هنشوف. ايه رأيك بقى النهاردة في البودر اللي احنا عملناه؟ شوفوا يا جماعة ادي البودر اللي احنا عملناه. ايه رأيك النهاردة في البودرة اللي عملناها دي؟ شايفين البودر اللي احنا عملناها النهاردة حاجة في منتهى الجمال. بصوا يا جماعة، وادي القوام بتاعها وادي الجمال بتاعها، ادتني كمية حلوة جدا.
حبايبي كلنا شفنا مع بعض الفكرة الجميلة بتاعت عمل البودرة بتاعت التوم من القشر، وشفنا ازاي اهمية القشر مرميهوش. يا ريت بقى الفكرة تعجبكم، ولو انت مش مشترك في قناتي يا ريت بعد اذنكم اشتركوا في القناة وفعلوا زر الجرس عشان يوصلكم كل جديد مني بقدمه، وعلى وعد مني بلقاء جديد ان شاء الله وافكار اخرى. ويا ريت تكون فكرة البودرة الجميلة اللي احنا عملناها من قشر التوم عجبتكم. وإن شاء الله على وعد مني بلقاءات أخرى. وبشكر كل الناس اللي سألت عليا وأنا تعبانة، ألف شكر ليكم. وإن شاء الله بوعدكم بأفكار جديدة وفيديوهات كلها مفيدة بإذن الله. باي باي، إلى اللقاء يا جماعة.